هاد المشاهد ديال طائرة حربية أمريكية يطلق عليها الاف 35 أو الطائرة الشبحية، كتصنعها منذ التسعينات شركة أمريكية تسمى بلوك هيد مارتين للتصنيع العسكري. طائرة حربية ما كتشبهها حتى طائرة أخرى. كاع دول العالم كيحلموا باش يحصلوا عليها رغم الثمن الباهظ ديالها اللي واصل لحتى 100 مليون دولار أمريكي، حوالي 100 مليار مغربية. من أهم الخصائص ديالها السرعة الفائقة والخفة والتقنية المتطورة بزاف، فما يمكنش لرادارات المراقبة التعرف عليها لأن عندها قدرة باش تميز طبيعة الأسلحة المستخدمة في الحروب، وهذا الشيء خلى بزاف ديال الخبراء العسكريين كيوصفوها بالكمبيوتر الطائر. كتكون الاف 35 من محرك نفاث واحد ومقعد قيادة واحد كيساعدها على التخفي السريع عن طريق نظام المستشعرات. أما السرعة ديالها فكتوصل ل 1.6 ماخ أي تقريبا 2000 كيلومتر في الساعة، وكتقدر أنها تحلق فوق ارتفاع 159 كيلومتر في السماء، وعندها القدرة باش تهز حوالي 4 طن ديال الأسلحة، كما أنها قادر على تدمير عدة أماكن وقت واحد ومن ارتفاع بعيد جدا كيخليها في أمان. هذا النوع من الطائرات الحربية بزاف ديال الدول جربات باش تشريها من عند الولايات المتحدة الأمريكية بحال إسبانيا وتركيا واليونان، ولكن حتى وحدة فيهم ما قدرت الحدود اليوم أنها تنجح في عقد صفقة لشراء هذه الطائرات. المغرب كيتوفر في الترسانة العسكرية ديالو على طائرات الاف 16. مؤخرا أدخل في مغامرة الحصول على 30 وحدة من طائرات الاف 16 الشبحية بتكلفة إجمالية كتقارب 17 مليار دولار. الدولة المغربية دخلت في مفاوضات جد متقدمة في هذه الصفقة، وكتركز الدولة المغربية باش تنجح هذه الصفقة على العلاقات الاستراتيجية اللي كتربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التحالف الاستراتيجي الأمريكي في مجال السياسات الخارجية. موقع أفريكا انتليجنس قال باللي المغرب اقترب بزاف من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمفاوضات بين الرباط وواشنطن دخلت مرحلة متقدمة من بعد ما حصل المغرب على الموافقة اللازمة بموجب الإطار القانوني الأمريكي المعروف باسم التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، واللي كيلزم واشنطن باش تحافظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. على هذه الصفقة التقرير ديال الموقع عن أفريكا انتليجنس قال بلي إسرائيل براسها ما اعترضتش على هذه الصفقة، ومن الممكن تقدم تعاون تقني في هذه القضية. المحللين العسكريين كيقولوا أن المغرب في حالة تمكن من شراء طائرة F-35 فغيكون عنده تفوق عسكري في إفريقيا كاملة، ما فيها الجارة الجزائر اللي داخلة في مفاوضات مع موسكو باش تشري طائرات سو-57. أما الجارة الشمالية إسبانيا فهناك أصوات كتشوف أن حصول المغرب على الاف 35 فيه تهديد مباشر لها، وكيعبر على نوايا غير واضحة من الرباط، الشيء اللي خلى الدولة الإسبانية تدخل عملية تصنيع آليات عسكرية للدفاع المشترك في إطار الاتحاد الأوروبي. فإذا الصفقة المغربية الأمريكية لشراء طائرات الحربية اف 35 تشكل توجه استراتيجي عسكري للدولة في إطار الدفاع عن الحدود المغربية ومواكبة المستجدات الدولية والجيوبوليتيكية.